مرات كتير أغلبنا بيفهم إن الأفلام الحلوة يعني هوليوود أو بالمعنى الأصح الأفلام الأمريكية. لكن الحقيقة اللي بيتفرج على النوعية دي بس من الأفلام فايته كتير جدا، لأنك لو اديت نفسك فرصة إنك تبص على عالم السينما في ثقافات مختلفة هتلاقي جواهر مدفونة. يعني أنت مثلا تعرف حاجة عن السينما الأوروبية، العربية القديمة شوية، أو الإيرانية، أو زي ما هنتكلم النهاردة عن الهندية. هو في الأغلب نوعية الأفلام الهندية مش مفضلة بالنسبة لكتير مننا، وطبعا ده لأسباب كتيرة يعني. بس الحقيقة في أفلام هندية لازم تتشاف على الأقل لو مرة واحدة، لأنك هتخسر كتير لو ما عدتش عليك. ومن ضمنهم فيلم النهاردة، فيلم 3 Idiots. لأكتر من 15 سنة كلنا بنشوف فيلم 3 Idiots على إنه تحفة عبقرية كوميدية عن مشاكل التعليم. ضحكنا من قلبنا على رانشو وفرحان وراجو، وحفظنا مشهد شاتور وهو بيقدم الخطبة الشهيرة اللي ودته في داهية طبعا، وتعاطفنا مع الضغط اللي الطلبة عايشين فيه. فتعالوا نبص بصة تانية على الفيلم، يمكن نلاقي فيه روحنا من زاوية مختلفة. الفيلم بيبدأ بواحد من أبطالنا الثلاثة، فرحان قريشي، قاعد في طيارة خلاص هتبدأ رحلتها، لكن بيجيله تليفون بيخليه ياخد قرار مجنون. بيدعي إنه جات له أزمة قلبية علشان يجبر الطيارة إنها ترجع. وأول ما الطيارة بتهبط بيزوغ من المطار، وبياخد معاه بطلنا التاني صاحبه راجو راستوجي، اللي بيخرج من بيته مستعجل لدرجة إنه بينسى أصلا يلبس بنطلون. السبب، المكالمة دي كانت من عدوهم اللدود في الكلية، شاتور، اللي بيقول إنه عارف مكان صاحبهم الثالث اللي مختفي من سنين، رانشو. التلاتة بينطلقوا في رحلة علشان يدوروا على رانشو، وفي الطريق بنرجع معاهم بالزمن 10 سنين لورا لأيامهم الأولى في كلية الهندسة الملكية، ودي من أعرق كليات الهندسة في الهند. من هنا بتبدأ القصة الحقيقية. الكل تقريبا أجمع إن رسالة الفيلم ده هو اتبع شغفك، أو التعليم مش بالحفظ. ودي طبعا رسالة عظيمة مفيش كلام. لكن خليني أطرح عليكم وجهة نظر تانية، وهي إن رسالة الفيلم مش عن نظام التعليم من الأساس، ولا عن النجاح، ولا حتى عن الصداقة بمعناها المباشر. الرسالة اللي كانت مستخبية جوه الفيلم هي عن عدو واحد بس، عدو موجود جوه كل واحد فينا وبيتحكم في قراراتنا ومصيرنا. كلنا طبعا بنضحك على جملة أوليشفيل وبنعتبرها نكتة أو تعويذة كوميدية رانشو بيرددها علشان يهدي صحابه، لكن الحقيقة إن الجملة دي أعمق من مجرد هزار أو نكتة. دي مفتاح مهم علشان نفهم فلسفة الفيلم كله، وبتعتبر الحاجة اللي الفيلم بيقدمها لنا علشان نواجه أكبر وحشة في حياتنا. في الحلقة النهاردة إحنا مش هنحلل الفيلم، إحنا هنبص على ظل الحكاية بتاعتنا زي ما متعودين كل مرة. إحنا هنفكر في تحليل نفسي يساعدنا في مواجهة أكبر عدو لينا، وهنكتشف الفكرة اللي كانت متغلفة في شكل فيلم كوميدي كل السنين اللي فاتت. أول مرة كلنا شفنا فيها الفيلم خرجنا بانطباع واحد تقريبا. الفيلم ده هجوم كاسح على أنظمة التعليم الفاشلة، نقد ساخر للمنظومة اللي بتحول الطلبة لآلات حفظ، سباق دايم على الدرجات من غير أي اهتمام بالفهم الحقيقي أو الإبداع. والفيلم كان عبقري في تجسيد المنظومة دي. في أول يوم في الكلية بنتعرف على الثلاث صحاب. فرحان اللي بيدرس هندسة علشان يرضي أبوه مع إن شغفه الحقيقي هو التصوير. راجو اللي جاي من عيلة فقيرة وشايف الهندسة طوق النجاة الوحيد لأهله. وأخيراً رانشو، الطالب العبقري والمتمرد اللي مش بيخاف من أي حاجة. من أول لحظة رانشو بيصطدم بالسيستم التعليمي الناشف اللي بيمثله مدير الجامعة، الدكتور فيرو سهستر، اللي ملقبينه بفيروس. فيروس مؤمن إن الحياة سباق، لو ما جريتش بسرعة حد غيرك هيدوس عليك ويكمل. ودي الفلسفة اللي بيدير بيها الكلية. فيروس بتركيبته الجسدية كان بيمثل شخصية كاريكاتيرية وكوميدية جدا. المدير اللي مش عايز يضيع وقت فبيلبس القميص بلزق والكرافتة بعلاقة علشان يركبها على طول. اللي اتعلم يكتب بإيديه الاتنين علشان ينجز. اللي بينام في الظهر 7 دقايق ونص وبيستغلهم كمان علشان يحلق دقنه أو يعمل أي حاجة تاني محتاجها. من أول يوم ليهم في المدرسة فيروس بيمسك عش وفيه طائر اسمه البقواق، معروف عنه إنه بيحط البيض بتاعه في عش مش عشه، وبيرمي بيض الطائر صاحب العش الأصلي وبيكسره. أول درس كان عايزهم يتعلموه إنهم في سباق، هم طيور الوقواق اللي وقعوا طيور قبلهم وخدوا مكانهم دلوقتي في الكلية، وعلى أساسه لازم يفضلوا يجروا ويحاربوا علشان يتمسكوا بمكانهم وما يحصل لهمش زي اللي قبلهم. فيروس مش مجرد مدير متسلط، هو تجسيد حي لفلسفة السباق. الجملة دي هي دستور حياته ودستور الكلية اللي بيديرها. بالنسبة لفيروس النجاح ليه تعريف واحد، التفوق دايما على الآخرين.
مش مهم ازاي، المهم انك تبقى الأول. ومع الأحداث بنعرف أكتر إن فيروس بيكره رانشو، مش لأنه طالب فاشل، بالعكس رانشو كان عبقري جدا. هو بيكرهه علشان رانشو بيكسر قواعد السباق ده. الصراع ده بيظهر أكتر لما الأستاذ بيطرد رانشو من المحاضرة علشان قدم تعريف بسيط وعملي للآلة بدل التعريف الأكاديمي المعقد. رانشو مهتمش إنه اتطرد من المحاضرة، ده بالعكس راح حضر محاضرة تانية، لأنه دايما بيدور على العلم مش على الدرجات. زي ما خدت بالك، رانشو مش بيجري، رانشو بيستمتع بالرحلة نفسها. فيروس كان دايما بيستشهد بقصة القلم اللي بيكتب في الفضاء، مش عشان الاختراع نفسه عظيم، لكن علشان الأمريكان صرفوا عليه ملايين الدولارات، في حين أصلا إن الروس استخدموا قلم رصاص بسيط جدا. القيمة عنده مش في العلم، القيمة في المنافسة والتفوق بأي تمن. هو بيحكي القصة دي لكل دفعة جديدة علشان يغرس فيهم نفس العقلية: كونوا الأفضل، حتى لو ده معناه إنكم تدوسوا على أحلامكم. وعلشان يكون في نظام فيه فيروس هو المتحكم، لازم يكون في شخصية تانية، شخصية هي المنتج المثالي للنظام ده: شاتور. شاتور هو التلميذ النجيب لعقيدة فيروس، هو تجسيد للحفظ الأعمى. مشهد الخطبة الشهيرة بتاعته مش مجرد مشهد كوميدي، المشهد ده في جوهره مأساوي. شاتور واقف على المسرح بيقرأ كلام هو مش فاهم منه حرف، وده لأنه ما يعرفش هندي كويس، فكان الحل إنه يحفظ وخلاص. الغريبة إنه كان واثق من نفسه ثقة عمياء لأنه كان حافظ كويس. هو بيعتقد إن النجاح هو القدرة على تخزين أكبر كم من المعلومات، وكمان تقدر تسترجعها بدون تفكير. شاتور هو النسخة الكاريكاتورية من كل طالب مر علينا، اللي بيقضي ليلة الامتحان كلها يكبس المنهج في دماغه ويدخل تاني يوم يفرغه في ورقة الإجابة، بعدها بساعة بينسى كل حاجة. وفي ليلته المشؤومة بعد الفضيحة طبعا على المسرح، شاتور بيتحدى رانشو في رهان. هيتقابلوا هنا بعد 10 سنين بالظبط عشان يشوفوا مين فيهم بقى ناجح أكتر. الأحداث دي بتأسس للصراع الرئيسي للفيلم: فلسفة رانشو اللي قايمة على الفهم والشغف في مواجهة سيستم فيروس وشاتور اللي قايمة على الحفظ والمنافسة والخوف. وبعد 10 سنين لما بنشوفه تاني، بنلاقيه فعلا وصل لمنصب كبير وناجح جدا في شركة عالمية. السؤال هنا ليه؟ الإجابة ببساطة لأنه كان بيطبق نفس المبدأ: الحفظ والطاعة وتنفيذ الأوامر. هو ناجح بمقاييس المجتمع، لكنه فارغ تماما من أي شغف أو معنى حقيقي. الرسالة دي رسالة نقد التعليم، هي اللي خلت الفيلم ينجح نجاح عالمي، لأنه لمس وتر حساس عند ملايين الناس حوالين العالم اللي دايما بيحسوا إنهم محبوسين في نفس السباق. كلنا نعرف فيروس في حياتنا، سواء كان مدير مدرسة، أستاذ جامعة، مدير في الشغل، وكلنا قابلنا شاتور، ويمكن في لحظات كتيرة كنا إحنا نفسنا شاتور. الفيلم نجح لأنه كان صرخة مكتومة جوانا، لكن هل دي كل القصة؟ هل كل ده اتعمل بس علشان يقول لنا إن نظام التعليم وحش؟ في الحقيقة الإجابة لأ، دي كانت مجرد البوابة اللي دخلونا منها لعالم أعمق. كانوا بيجهزونا علشان يكشفوا عن العدو الحقيقي اللي بيستغل النظام ده علشان يسيطر علينا. النظام التعليمي في الفيلم مش هو الوحش، هو مجرد السلاح اللي الوحش بيستخدمه. هنا بتبدأ رحلتنا الحقيقية جوه الفيلم. الفكرة الشائعة بتقول إن الصراع هو ما بين رانشو اللي هو الفكر الحر وفيروس النظام القمعي، لكن ماذا لو كان فيروس نفسه مجرد عرض لمرض أعمق؟ أنا في الحقيقة بعتقد إن العدو الحقيقي في فيلم 3 إيديتس والرسالة اللي الفيلم كله بيدور عليها هي كلمة واحدة: الخوف. الفيلم مش عن التعليم ومشاكله بس، فيلمنا بيتكلم عن الخوف. الخوف من الفشل، من الفقر، من المستقبل، من عدم تلبية توقعات أهلنا والمجتمع، وإننا نكون مش مقبولين لما نبص في عينيهم. الخوف هو المحرك الأساسي لكل شخصيات الفيلم تقريباً، وهو السجن الحقيقي اللي الأبطال بيحاولوا يهربوا منه. نظام التعليم اللي شفناه هو مجرد أداة الخوف بيستخدمها علشان يسيطر على الناس. المجتمع بيقولك لو ما دخلتش كلية قمة هتفشل، لو ما جبتش تقدير مش هتلاقي شغل، وكل دي رسائل بتغذي الوحش الأكبر: الخوف. والفيلم عبقري في إنه موزع الخوف دوت على شخصياته الرئيسية علشان يورينا أشكال المختلفة. الأبطال التلاتة مش مجرد 3 أصدقاء، هم 3 أنواع من الخوف اللي بيعيش جوه الإنسان. خلينا نبدأ بأوضح تجسيد للخوف في الفيلم: راجو. راجو بيمثل كل شاب عايش تحت ضغط المسؤولية المادية. هو مش بيكره الهندسة زي فرحان ولا بيعشقها زي رانشو،
هو بيدرسها لسبب واحد، إنها الطريق الوحيد للهروب من الفقر. أب مريض، أم بتعاني، وأخت في سن الزواج ومفيش جهاز. كل لقطة في بيت راجو بنحس بتقل المسؤولية على كتفه، خوفه من إن الحال يفضل زي ما هو أو يمكن يسوء. الدواء اللي الأب محتاجه ممكن يخلص، ونظرة الأم اللي كل ما تشوفه تعيط وتشتكي وهي بتسمع له أسعار الخضار غليت إزاي. كلها تفاصيل بتصرخ في وشنا: ممنوع تفشل يا راجو. مستقبلك ملوش ملامح. الخوف عند راجو هو خوف مادي ملموس، خوفه من إنه لو فشل أبوه ممكن يموت، أخته مش هتتجوز. الخوف ده بيشله تماماً، بيخليه إنسان جبان متردد ومليان خرافات. طيب إزاي ده بيظهر في سلوكه؟ من خلال اعتماده الأعمى على الطقوس. راجو لابس خواتم في كل صوابعه تقريباً، بيصلي لكل الآلهة الممكنة قبل أي خطوة مهمة. الخواتم دي مش مجرد نكتة، دي بتعتبر آلية دفاعية ضد الخوف. لما بتكون خايف لدرجة الشلل وما بتحسش إنك مسيطر على حياتك، بتبدأ تدور على أي قوة خارجية تمنحك إحساس زائف بالسيطرة. راجو مش واثق في مجهوده، هو واثق في الحجر اللي في الخاتم. هو بيسلم مصيره للقدر لأنه مرعوب من فكرة إنه يكون مسؤول عن مصيره ومستقبله. بنشوف نتيجة خوف راجو بيتجسد في مشهد محاولته لإنهاء حياته بعد ما فيروس ضغط عليه، وضعه قدام اختيار مستحيل: يا إما صاحبك رانشو يطرد، يا إما أنت اللي هتطرد. هنا راجو بيوصل لنقطة الانهيار. المشهد ده قوي جدا، مش بس بسبب التمثيل وده كان عظيم، لكن بسبب الرسالة النفسية العميقة. راجو ما قررش القرار ده لأنه يائس، هو قرره بسبب الضغط الأكاديمي، الخوف من إنه يطرد، الشعور بالذنب اتجاه عيلته. كل ده كان أكبر بكتير من قدرته على التحمل. لما بينط من الشباك هو بيحاول يهرب من كل الضغوط دي مرة واحدة، وده بيفكرنا بمشهد تاني صعب عن شاب فشل يكمل في الضغط ده وهو زميلهم. الطالب ده كان ذكي وعايز يعمل مشروع حلو جدا، عبارة عن درون وفيه كاميرا، ودي ليها استخدامات مهمة وكتيرة جدا. لكن فيروس بيضغطه وبيتعند ضده لحد ما بسبب الضغط بيقرر إنه ينهي حياته. ساعتها رانشو بيواجه فيروس، بيقول له إن اللي قتله مش الضغط على قلبه، لكن الضغط اللي حصل في عقله، وإنه ما أنهاش حياته، لا ده اتقتل بسبب نظام التعليم القايم على التخويف ده. لكن في النهاية راجو بيدخل مقابلة الشغل اللي كان مقدم فيها وبيقول الحقيقة كلها، بيعترف بضعفه بخوفه، لكن في نفس الوقت بيظهر قوة جديدة، قوة الصدق. لما بيقول لهم في الآخر ممكن تحتفظوا بالوظيفة بس أنا هحتفظ بصراحتي، ده مش تكبر، دي لحظة ولادة جديدة. في اللحظة دي راجو قتل فيها الوحش اللي جواه، مش بالنجاح لكن بالمواجهة. قصة راجو هي رسالة لكل شخص حاسس إن الظروف أقوى منه. الفيلم بيقولك ظروفك مش هي السجن، خوفك من الظروف هو السجن الحقيقي. وإذا كان راجو بيمثل الخوف من الفقر، فصديقنا التاني فرحان قريشي بيمثل نوع تاني من الخوف، وده يمكن يكون النوع المنتشر أكتر: الخوف من خذلان الناس اللي بنحبهم، وتحديداً الخوف من مواجهة الأب وتوقعات العيلة مننا. مشكلة فرحان تبان أقل من بره، هو من عيلة متوسطة مش بيعاني من الفقر، لكن سجنه النفسي أقصى بكتير، وأنا بشوفه شبه أغلبنا في مشكلته. من أول مشهد والمخرج بيعرفنا على سجن فرحان، فاكرين لما كان بيحكي ويقول أنا اتولدت الساعة 5:15 دقيقة، وفي تمام الساعة 5:16 دقيقة أبويا أعلن إني هكون مهندس. الجملة دي بتلخص حياته، مصيره اتحدد قبل أصلاً ما يتعلم الكلام، هو عمره ما اتسأل أنت عايز إيه. الفيلم بيوضح لنا إن شغف فرحان الأساسي كان مكبوت، وهو التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية، وأصلاً كان ممنوع إنه يحلم بيه، لدرجة إن الكاميرا بتاعته مستخبية في الدولاب كأنها جريمة. حلمه الحقيقي عايش في الضلمة، وفي المقابل حياته كلها بتتهيأ لأكتر حاجة بيكرهها: الهندسة. وهنا عبقرية الفيلم. الفيلم مش بيقدم الأب كشخص شرير، بالعكس أبوه شخص طيب وبيحبه جدا. الأب نفسه ضحية لنفس الخوف، هو بيخاف على مستقبل ابنه، مؤمن إن الهندسة هي الطريق الوحيد للأمان. لما بيجيب لابنه لابتوب غالي جدا، هو بيعبر عن حبه بالطريقة الوحيدة اللي يعرفها: الاستثمار في المستقبل الآمن. هو شايف شغف ابنه بالتصوير على إنه هواية خطيرة ممكن تدمر مستقبله. هنا بنحس إن خوف فرحان مركب، هو خايف يخذل أبوه اللي ضحى علشانه، وخايف يعترف لنفسه إن سنين عمره اللي فاتت في دراسة الهندسة كانت مجرد تضييع وقت.
هو خاف من المواجهة، لأن المواجهة معناها المخاطرة بخسارة حب أبوه. ولكن في مشهد المواجهة بين فرحان وأبوه بنشوف درس في كيفية التعامل مع النوع ده من الخوف. رانشو ما بيقولش لفرحان اهرب، هو بيخليه يواجه خوفه بالحب والصدق. فرحان مش بيدخل يزعق ويقول أنا بكره الهندسة، لا، ده هو بيدخل وهو شايل خطاب القبول من مصور عالمي، وبيتكلم مع أبوه كشخص ناضج. الحوار في المشهد ده تحفة فنية. فرحان بيعترف بتضحيات أبوه وبيقدر خوفه عليه، بيقول له أنا عارف إنك خايف عليا، بس أنا لو بقيت مهندس هكون مهندس تعيس وفاشل، لكن لو بقيت مصور حتى لو فقير هكون سعيد. أنت عايز ابنك يعيش إزاي؟ هنا فرحان بيحول النقاش من مستقبل آمن إلى حياة ليها معنى. والأب لأنه بيحب ابنه بجد بيختار سعادته. لحظة ما الأب بيقول له روح عيش حياتك يا ابني، دي لحظة تحرر لفرحان من سجن التوقعات، وتحرر للأب نفسه من سجن الخوف. الأب فهم إن الأمان الحقيقي مش في الوظيفة لكن في راحة البال. قصة فرحان هي رسالة لكل شاب عايش بيحقق أحلام أهله مش أحلامه هو. الفيلم بيقولك إنك مش مضطر تختار بين حب أهلك وحب نفسك، أو إن الشاطر يطلع دكتور أو مهندس زي ما بيقولولنا. المواجهة الصادقة اللي جاية من مكان فيه حب وتفاهم قادرة تعمل معجزات. فرحان علمنا إن الشجاعة مش في إنك تتمرد، الشجاعة إنك تكون صادق مع نفسك ومع الناس اللي بتحبهم. تعالوا دلوقتي نتكلم عن جملة مهمة وبتتكرر على لسان بطلنا رانشو طول الوقت: all is well، أو يعني كله تمام. معظم الناس بتشوفها كنكتة أو تفاؤل ساذج، لكن ده فهم سطحي جدا. all is well مش حل سحري للمشاكل، والفيلم نفسه بيقول كده على لسان رانشو. في المشهد الأول اللي رانشو بيشرح فيه معنى الجملة، فرحان وراجو كانوا مرعوبين، لكن رانشو كان هادي وبيغني. ولما سألوه ازاي، راح شرح لهم قصة حارس القرية اللي كان بيصرخ كل ليلة كله تمام علشان يطمن الناس ويطمن نفسه، وفي الآخر اكتشفوا إنه أصلاً مش بيشوف ومع كده كان بيطمنهم. وده لأن القلب جبان جداً، لازم نخدعه. لما تقابلك مشكلة كبيرة قول لقلبك كله تمام يا حب، ما تقلقش. دي طبعاً مش هتحل المشكلة، لكنها هتديك الشجاعة إنك تواجهها. الجملة دي هي المفتاح. هي زي ما قلنا مش أداة لحل المشاكل، لكنها أداة للتعامل مع الخوف اللي المشكلة بتسببه. اللي رانشو بيعمله هنا في علم النفس الحديث ليه اسم، وهو التنظيم العاطفي. لما بنواجه خطر، الجزء المسؤول عن الخوف في مخنا اللي هو اللوزة الدماغية بينشط وبيسيطر وبيشل قدرتنا على التفكير المنطقي. بنبقى عاملين زي راجو وفرحان مشلولين بالخوف. جملة all is well بتمثل إسعافات أولية نفسية، هي رسالة بتبعتها من عقلك الواعي لقلبك الخايف، بتقول له اهدى. هي بتدي مساحة للجزء المنطقي من مخك إنه يرجع يشتغل مرة تاني. لما القلب بيهدى، العقل بيبدأ يفكر في حلول. هي أبداً مش بتنكر المشكلة، لكنها بتمنع المشكلة من إنها تشلك. أعظم مثال هو مشهد ولادة أخت بيا. الموقف كارثي، عاصفة، كهرباء مقطوعة، وحالة ولادة متعسرة. أول حاجة رانشو بيعملها إيه؟ مش بيجري يدور على الحل، أول حاجة بيعملها إنه بيجمع الكل حواليه وهم موجودين في قمة الرعب، بيخليهم يرددوا معاه all is well all is well. هو بيعمل تهدئة جماعية للجهاز العصبي بتاعهم. بس لما الكل هدي نسبياً، بدأ عقلهم المبدع يشتغل. رانشو بدأ يفكر خارج الصندوق. إحنا إزاي هنولدها؟ محتاجين جهاز شفط مظبوط. طيب المكنسة الكهربائية بتشفط، خلاص يبقى نقدر نستخدمها علشان نعمل الجهاز اللي محتاجينه. الحل العبقري ده ما كانش ممكن يجي على بال أي حد فيهم لو كانوا لسه في حالة هلع. all is well وسعت مجال تفكيرهم وسمحت للإبداع إنه يظهر. المشهد ده هو التطبيق العملي الكامل لفلسفة الفيلم. لكن الفيلم برضه بيورينا حدوده، يعني هي مش عصاية سحرية. في حالة راجو مجرد ترديد الجملة ما كانش كافي. ولما تيجي تسألني ليه، هقولك لأن خوفه كان متجذر بعمق، كان محتاج فعل حقيقي في العالم علشان يكسر بيه دايرة الخوف. والفعل ده كان إنه يروح مقابلة الشغل ويرمي الخواتم ويواجه خوفه بصدق. all is well كانت ممكن تديله الشجاعة علشان ياخد الخطوة دي، لكنها ما تقدرش تمشي الخطوة بداله. فبالمختصر all is well هي الخطوة الأولى مش الأخيرة. هي الأداة اللي بتخليك تقف على رجلك في وش العاصفة
لكن بعد ما تقف لازم تمشي، لازم تواجه، لازم تاخد قرار. فرحان مثلا كان محتاج يقولها لنفسه علشان يلاقي الشجاعة إنه يكلم أبوه، لكن كلامه الصادق هو فعلا اللي غير حياته. بنرجع تاني للوقت الحاضر. فرحان وراجو بيكملوا رحلتهم مع شاطور علشان يدوروا على رانشو. بيوصلوا للعنوان اللي رانشو اداهولهم، لكنهم في الآخر بيلاقوا شخص تاني هو اللي شايل اسم رانشو داس تشانشاد. هنا بنكتشف المفاجأة الكبيرة، صاحبهم اللي عرفوه باسم رانشو هو كان في الحقيقة شاب عبقري وفقير، كان بيدرس مكان الابن الحقيقي لعيلة تشانشاد الغنية مقابل إنه ياخد التعليم. اسمه الحقيقي هو فانسوك فاندو. بعد التخرج اختفى لأنه وفى بوعده للعيلة. الصحاب بيكتشفوا إن فانسوك فاندو عايش في لاداك، فبيكملوا رحلتهم علشان يلاقوه، وهناك بيتفاجئوا بيلاقوه بقى عالم ومخترع مشهور عنده 400 براءة اختراع، وكمان أسس مدرسة مبتكرة بيعلم فيها الأطفال بالفضول واللعب بعيد تماماً عن ضغط السباق والدرجات. في المشهد الأخير شاطور المغرور بيوصل، وهو طبعاً ما يعرفش هوية رانشو الحقيقية. بيطلب منه إنه يمضي على إقرار بالهزيمة علشان يعترف فيه بفشله، يعني حاجة في منتهى التفاهة. لكنه بيصطدم لما بيكتشف إن المدرس الفاشل اللي عمال يتريق عليه هو نفسه العالم العبقري فانسوك فاندو اللي كان هيطلع عينيه علشان بس يمضي معاه عقد شغل. دلوقتي بعد ما حللنا خوف راجو وفرحان، لازم نسأل مين هو رانشو؟ وليه هو الوحيد اللي من الأول ما كانش سجين للخوف؟ رانشو أو فانسوك فاندو الفرق الجوهري بينه وبين كل الناس في الكلية هو إن المحرك الأساسي لحياته مش الخوف، لكنه الشغف والفضول والاستمتاع. رانشو ما كانش بيدرس الهندسة علشان يلاقي وظيفة أو يرضي أهله، هو بيدرسها لأنه بيعشق الآلات، بيلاقي متعة حقيقية في تفكيك الأشياء وفهمها حتى لو باظت منه. رانشو حول حياته للعبة ممتعة لأنه ماشي ورا الفضول. المنظومة القايمة على الخوف ملهاش أي تأثير عليه، هو مش خايف من الامتحانات لأنه بيذاكر علشان يفهم مش علشان الدرجة. لما الأستاذ بيطرده من المحاضرة هو بيروح يحضر محاضرة تاني في قسم مختلف لأنه جعان للعلم. الدرجات، المراكز، رأي الناس، كل ده ملوش قيمة عنده، القيمة الوحيدة هي المعرفة. وهنا لازم نوضح نقطة، رانشو مش متمرد لمجرد التمرد، هو بيحترم العلم لكنه بيكره الجهل المتغلف في شهادات. تمرده كله قاله في جملة مهمة: اسعى ورا التميز مش النجاح، وساعتها النجاح هيتبعك. المجتمع بيجري ورا النجاح دايما، الفلوس والمناصب، فبيعيش في خوف. أما رانشو فبيجري ورا التميز وهو إتقان اللي بتحبه، والنتيجة النجاح هو اللي بيجري وراك. في نهاية الفيلم بنكتشف إن رانشو مش بس ناجح بمقاييس المجتمع، لكنه حقق نوع أسمى من النجاح، بنى مدرسة بيعلم فيها الأطفال بنفس طريقته، باللعب والفضول. هو مش بس حرر نفسه، هو كمان كرس حياته علشان يحرر أجيال جاية. رانشو هو الدليل الحي على إن الإنسان لما يتخلص من الخوف كمحرك لحياته ويستبدله بالهدوء والشغف بيتحول لإنسان مبدع سعيد وكمان مجتهد ومتميز. هو مش بيقول لراجو وفرحان خليكوا زيي، هو بيوريهم الطريق علشان كل واحد فيهم يلاقي الرانشو اللي جواه. هو بيساعد فرحان يلاقي شغفه، وبيساعد راجو يلاقي شجاعته. في الآخر بعد الرحلة دي نقدر نقول إن فيلم 3 Idiots أعمق بكتير من مجرد كوميديا عن التعليم. هو فيلم بيعلمك إن الشغف مستحيل أبداً يظهر في أرض مسيطر عليها الخوف، لازم الأول تواجه وحش الخوف اللي جواك. الفيلم بيقدم لنا وصف دقيق لأنواع الخوف اللي بتسجننا، خوف راجو من الخوف والمسؤولية، وخوف فرحان من خذلان الأهل. دي مش مجرد قصص في الفيلم، دي مراية لحياتنا، والأهم إنه بيدينا الدليل العملي للخروج من السجن ده. خطوتين، الأولى هي All is well كإسعافات أولية نفسية علشان عقلك يبدأ يفكر، والتانية ودي الأهم هي المواجهة، الشجاعة إنك تاخد الخطوة اللي بتخوفك. فرحان واجه أبوه بالصدق، وراجو واجه أصحاب الشغل بصراحته وقوته الجديدة. الفيلم بيقول لنا إن الشجاعة مش غياب الخوف، الشجاعة هي إنك تاخد خطوة لقدام بالرغم من وجود الخوف. والسؤال اللي الفيلم بيسيبه لنا واللي أنا كمان عايز أسيبه معاكم، إيه هو الخوف اللي سجنك؟ إيه هو الحلم اللي أنت مخبيه جوه دولابك زي كاميرا فرحان؟
وإيه هي الخواتم اللي كنت لابسها زي خواتم راجو علشان تهرب من المواجهة؟ شاركونا في التعليقات، إيه هو أكبر خوف عندكم؟ وهل تفتكروا إن فلسفة All is well ممكن تكون بداية الطريق للتغلب عليه؟ في النهاية حابب أشكرك جدا يا عزيزي المشاهد على وقتك الغالي، ولو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش اللايك المشجع والاشتراك في القناة، وبرضه ادونا اقتراحاتكم للأفلام اللي جاية اللي نبدأ نشتغل عليها. سلام.